صاحب شركة الحصان المحنتر للإنتاج والتوزيع الفني. يا عم تطلبوه كتير صعب. أوكراني معرب. لا 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 لا، تافه، منحط، حقير، عن الخيانة والغدر. زبالة. يمكن ما عرفني. يعني ما تعتب علي غرقان يمكن بالورق وبالكتابة والنصوص. الله يعطيك ألف عافية. أنا صاحب شركة الحصان المحنتر للإنتاج والتوزيع الفني. الحصان المحنتر. نعم. وسكرتيرتي الخاصة والنجمة الصاعدة قريبا. بتمنى لك التوفيق. ميرسي. في شغلة بدي لك إياها، إنه نصوصك وصلتنا على الشركة وكتير مهمة وكتير محبوكة جدا. تماماً. بس في شغلة صغيرة. صارت دقة قديمة، يعني بصراحة السيناريو تبعك أشعر لي بدني، الحبكة رائعة جدا، بس بدنا شي بصراحة من قفا إيدك. الجمهور ما عم بيطلب هيك، عم بيطلب شي تافه، منحط، حقير، عن الخيانة والغدر. زبالة. عفوا، عم تقولوا لي انه نصك ظريف وحلو وبنفس الوقت عم تطلبوا مني شيء عن الخيانة والغدر وتافه وزبالة. تمام. مثلا احكي له. أوكراني معرب، أوكي، كولومبي معرب، جزر القمر معرب. جزر القمر عربية. تماما. تايلندي معرب. فيك تشرحي لي شيء من هذا اللي عم بتقوليه او عم بيقوله الاستاذ؟ خليني اشرح له، معلش. أنا رح أشرح اشرحي لك، له. تكرم عينك أستاذ. مثلا صبي أتشلحش ما اختلفنا. أوكي، صبية حبت شب، اختها بتحبه نفسه بس هو ما بيعرف انه هي اختها، تمام؟ بيجي نهار بده يتجوز اختها الصغيرة، بيكون ابوه الناطور متجوز امها لهي البنت، تمام؟ وهذا الصبي اخواته البنات بيكونوا اخواته، اوكي؟ تمام. فلما بده يجي نهار العرس بتروح الام بتلحقهم على السيارة بتقول لهم لا وقفوا عندكم، انتوا اخوات. ايش عبالي؟ لا 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 لا، شفت ليش انا بدي اعملها نجبالي؟ كسرت. لانه كتير شاطرة، كتير حساسة. فنحن استاذ. عفوا لو سمحت. طب تفضل. حكيتوا كتير. انتوا جايين اول شيء على بيت كاتب محترم. على راسي. انا ما ممكن اكتب هي الشغلات اللي انتوا عم بتقولوها. انتوا ليش جايين لعندي؟ استاذ انا بدي منك شي مكتوب قطش لحش. فهمت. شي مو مفهوم. استاذ نحن اشتقنا نشوف اسمك على الشاشة العربية. تماما. انت اذا بتضل هيك بحياتك ما بنشوف اسمك. ولا بدي. ليش؟ يا ناس، يا عم تطلبوه كتير صعب. ممكن ايدي تنشل انا وعم بكتبه. تنشل؟ نحن لازم نرجع لأصالتنا. أصالتنا؟ لازم نكتب الدراما بتخص لمة العيلة، عيلة، الأخلاق، أخلاق، الحب الظريف الطاهر العفيف النقي. نقي ايه. لازم نكتب دراما بتعبر عن وجعنا، عن مآسينا، مآسينا، بعيدا عن التزليط والتشليخ، بعيدا عن السوشيال ميديا. كفي. نحن لازم نرجع نتمسك باللي كان ويلي راح. نحن ضعنا بسبب هيك نصوص تافهة وسخيفة. بدي اقطعك استاذ بعد اذنك، نسيت الموبايل. خليك تابع. ان شاء الله بحياتك ما عاد تشوف اسمك على التلفزيون، ومن رجلي اذا بتشوف اسمك مرة ثانية على التلفزيون. اطلع برا. باي. اطلع برا.